القصه ديالنا اليوم غادي تدينا لمدينه مكناس تاريخيه. فهاد المدينه كانت عايشه واحد العائله اللي ما نقدرش في الحقيقه نقول لكم اللقب ديالها، حيت هذه واحد الحاجه اللي خصوصيه. المهم هذيك العائله كانت عايشه مزيان وما خصهم حتى شي خير. غادي تزاد عندهم واحد الولد اللي فرحوا به بزاف في الحقيقه، واللي الاسم ديالو هو سعيد. سعيد غادي يدوز واحد الطفوله اللي مزيانه، وملي تزاد لقى راسو بين واحد العائله اللي كيبغيوه. وفاش وصل للسن ديال الدراسه غادي يبدا يقرا ويتعلم مزيان، وحتى النقاط ديالو في الدراسه كانوا ديما مزيانين. يعني كان واحد الدري اللي تبارك الله. غادي يدوز الابتدائي والاعدادي وبقى كيقرا حتى وصل للثانوي، وبالضبط فاش وصل للباك هنا فين غادي تبدا القصه ديالو. في هذه المرحله بالضبط هنا سعيد بدا كيسمع على السحر والسحارة. عجبو هاد العالم وبغى يكتشفه وبغى يتعرف عليه وبغى يدخل فيه. بدا كيتعرف على بعض السحارة وبدا كيدخل لهاد العالم ديال السحر. وفي الحقيقة هاد الشيء ما كانش صعيب عنده، حيت شي واحد من العائلة ديالو هو اللي كان قريب من هاد العالم ديال السحر، وهو اللي كان كيوري لسعيد شنو يدير وشنو خاصو يتعلم. يعني بحال قلتي هو اللي كان كيعطيه افكار على هاد العالم ديال السحر والشعوذة. سعيد هذاك العام كان عنده الباك وكان كيقرا مزيان، كان كيحاول يقرا مزيان، وملي كيسالي كيمشي يتعلم هذوك الامور ديال السحر والشعوذة. كان كيمشي عند هذاك الشخص اللي من العائلة ديالو وكيجلس معاه، وشي مرات تيمشي عند شي سحارة اخرين وتيجلس معاهم. غادي يبقى سعيد على هذاك الحال حتى غادي يسالي هذاك السنه الدراسي ديالو وغادي ينجح في الباك. لكن مع ذلك ما كانش فرحان بهذا الشيء، وما كانش كيفكر بحال الدراري يعني يمشي يقرا في شي مدرسه عليا ولا يكمل قرايته في هذه المدرسه كذا. ما كانش كيهمو هذا الشيء نهائيا. اللي كان كيهمو هو يتعرف اكثر على هذا العالم ديال السحر والشعوذه ويتعمق فيه. المهم سعيد غادي يدخل الكليه باش يدير الخاطر لوالديه، لكن في نفس الوقت بقى كيتعلم السحر وكيتعمق فيه مزيان وكثر وكثر. هنا غادي يلقى راسو ولا كيعرف بزاف الامور وبزاف الاشياء على هذا العالم. حتى لواحد النهار سعيد اللي غادي يقول فيه لهذاك الشخص اللي من العائله ديالو، غادي يقول ليه باللي قررت باش نولي ساحر وصافي ندخل لهذا العالم في مره. هذاك السيد غادي يعطيه شي تعليمات وشي اسرار وقال ليه سير تعلمهم. سعيد غادي يمشي لواحد البلاصه اللي خاويه وما فيها حتى شي واحد، وبدا كيدير شي طقوس باش يقدر يوصل للشياطين. وكيف قلت لكم الخوت في الاول، سعيد ما غاديش يتعلم السحر عن طريق الانس، لا غادي يعلموه الشياطين السحر. وباش الشياطين يجيو لعندك ويعلموك السحر فضروري خاصك دير شي طقوس معينه. وهذوك الطقوس اللي دار سعيد بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديالهم حيت كلهم شرك في شرك في شرك، يعني بلا ما نذكروهم. المهم